السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. دلوقتي احنا محتاجين نعرف ازاي نخزن البيض، الطرق والحاجات اللي لازم نراعيها والعوامل المختلفة اللي لازم نخلي بالنا منها واحنا بنخزن البيض في الأيام اللي احنا فيها دي أو في أي أيام بشكل عام. تمام. ازاي تخزن البيض علشان تحافظ عليه مخصب او تحافظ عليه صالح للاكل. حتى لازم تراعي حاجات كتيرة جدا، والموضوع مش بسيط، خصوصا طبعا لاصحاب المشاريع الكبيرة اللي عندهم كميات كبيرة من البيض. الناس دي لازم تعمل ايه؟ لازم تخلي بالها كويس جدا من التفاصيل اللي انا هتكلم عنها النهاردة، علشان دي ارباح او خسائر. انت اللي بايدك تختار اذا كانت ارباح ولا خسائر. هنتكلم عن اساليب والحاجات اللي لازم نراعيها اثناء ترقيد او تخزين البيض، اسف. لكن قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في عده نقاط لازم نراعيها لما نيجي نخزن البيض. اول حاجه درجه الحراره. تمام. واحنا ممكن نصنف درجات الحراره على حسب مده التخزين. خد بالك، يعني لما نخزن البيض لمدة 3 أيام، بعد وضع البيض تكون درجة الحرارة اللازمة 20 درجة، لو هنخزنه 3 أيام بس. إنما لو هنخزن البيض من 3 ل7 أيام، اللي هو أكتر من 3 أيام وآخرك 7، بتكون درجة الحرارة المطلوبة 15 درجة مئوية. حلو. وبتكون درجة الحرارة 12 درجة مئوية لو هنخزنه من 7 ل 14 يوم. لو وصلنا ل 14 يوم وعدينا السبعة، فاحنا لازم نخلي درجة الحرارة 12. حلو. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا ولازم نركز فيه ونعقله كده. طب ليه ده بيحصل؟ بيحصل عشان خاطر انت محتاج تحافظ على البيض فترة اطول، وعشان تحافظ على البيض فترة اطول محتاج تجمده اكتر، كأنك حاطه في فريزر بالظبط، زي الحاجات اللي بنحطها في الفريزر. يعني فريزر انت بتحط فيه مثلا لو عايز تحط مثلا ايه كيس لحمه. تمام. لو عايز تحط كيس لحمه عشان هتطبخها تاني يوم، بتعمل ايه؟ بتحطها تحت الفريزر، يعني قريب من الفريزر. تمام. لو هتحطها عشان تقعد فتره طويله ومش هتستخدمها دلوقتي خالص ولا هتطبخها، بتحطها في الفريزر عشان تفضل متجمده، صح؟ كذلك برضو بالنسبه للبيض. البيض لو هيقعد فتره طويله تصل ل 14 يوم، لازم درجه الحراره تبقى اقل، ابرد. يعني يبقى البيض فيه ظروف ابرد واسقع. حلو. فهنخليها 12 درجة لو هيقعد لحد 14 يوم. طيب ده بالنسبة لدرجة الحرارة. ايه بقى موضوع الرطوبة؟ الرطوبة برضو داخلة في الموضوع. الرطوبة بتأثر بشكل كبير جدا في الموضوع. يعني ما تقلش حاجة عن درجات الحرارة. حلو. ما تقلش اي حاجة عن درجات الحرارة. افضل نسبة رطوبة لازم توفرها في المخازن ما بين 75 ل 80%، لتقليل كمية الرطوبة المفقودة من البيض. وانخفاض نسبة الرطوبة في مخازن بيض التفقيس لمدة طويلة بتسبب حالات الجفاف للبيض، وده بيؤدي إلى التصاق الجنين بغشاء القشرة الداخلية للبيضة، وده طبعا بيسبب تغييرات في تركيب البياض نفسه، وكل ده بيؤثر سلبا في نسبة الفأس بعد كده. الرطوبة حاجة ضرورية ومفيش فيها جدال. درجة الرطوبة بين 75 ل 80 علشان تحافظ على الرطوبة في البيض نفسه، لأن في رطوبة بتفقد. البيضة لما بتطلع من الفرخة بتفقد رطوبة. انت عايز تحافظ على ده، تعمل ايه؟ تظبط الرطوبة في المخازن بتاعتك من 75 ل 80%. هتقل عن 75 او هتزيد عن 80%، انت كده بتضر البيض، خصوصا لو قلت او زادت طبعا. بس لو قلت عن 75% على حسب الدرجه اللي قلتها، يعني لو عملت الرطوبه 30% مثلا، انت كده بتقتل البيض يومين ثلاثه او ساعتين ثلاثه هتلاقيه انتهى. حلو. برضو من العوامل اللي بتاثر في الموضوع مده التخزين. مدة التخزين، ودي هنقسمها مع بعض لنقطتين. أول حاجة تقليب البيض خلال مدة التخزين بيؤدي إلى إمكانية تخزين البيض لمدة تصل لعشرة أيام. حلو. يعني لو انت عايز تطول مدة التخزين، تقليبه بيخليه يوصل لعشرة ايام. التقليب اثناء التخزين مش ضروري بصورة كبيرة. تمام. لكن ضروري اثناء التحضير والترقيد. التقليب ده ضروري جدا اثناء التحضير والترقيد، لان انت ده شرط من شروط الترقيد، انما في التخزين انت مش لازم. تمام. لكن التقليب البيض اثناء التخزين برضو بيؤدي الى زيادة نسبة الفأس. حلو. وبيمنع التصاق الأجنة بأجزاء البيضة من جوه.
يعني بيخلي برضو الطيور عندها قدرة، الكتاكيت عندها قدرة اكتر ان هي تطلع بسرعة. لكنه مش ضروري اثناء التخزين، هو ضروري اثناء التحضير او الترقيد لانه بيفيد في الفوائد دي. انما اثناء التخزين برضو الفوائد دي بتحصل، او بيتم اعداد البيض وتجهيز البيض للموضوع ده عشان بعد كده يتم ايه ترقيد البيض او تفقيس وتفريخ البيض. حلو. لكن بعض النقط اللي لازم احنا نراعيها اثناء التخزين، بعض النقط اللي لازم ناخد بالنا منها. لا يجب وضع البيض في الحاضنة مباشرة بعد التخزين، ما ينفعش، لازم في الاول ياخد درجة حرارة الجو العادية. وبرضه يجب ان تكون هنالك مدة قبل التدفئة 8 ساعات تحت درجة 24 لبيض الدجاج علشان نوفر زيادة تدريجية لدرجة الحرارة. حلو. هناخد 8 ساعات تحت درجة 24. تمام. لو درجة حرارة الجو العادية عالية قوي يبقى احنا لازم نحطه 8 ساعات تحت درجة حرارة 24. حلو. علشان لو درجة حرارة الجو 40 مثلا لا، يبقى انت لازم تستنى درجة درجة كده ايه، تخفف الدرجات جوه التلاجات او اللي انت بتخزن بيها. تمام. تخفف الدرجات بمعنى ان انت تخفف البرودة يعني، وتخلي في حرارة اكتر لحد ما يوصلوا درجة حرارة 24. بعد كده تطلعه للجو الطبيعي اللي بره. برضو التدفئة في الفترة اللي بتسبق ادخال البيض للحضانات قد تتداخل مع فترة نقل البيض من صواني التخزين إلى صواني الحاضنة، ودي نقطة لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. الفايدة من التدفئة المسبقة لعملية التحضير إيه بقى؟ منع تكثيف بخار المية من الجو الرطب للحاضنة مما يؤدي إلى ظهور حالة التعرق. التعرق ده بيؤذي البيض. تمام. وعند وضع البيض برضو المبرد في الحاضنات يؤدي إلى إطالة المدة اللي احنا محتاجين لها عشان نوصل لدرجة الحرارة المطلوبة بتاعة الترقيد، فده هيطول المدة بتاعة عملية التفريخ او التفقيس والترقيد وكل الكلام ده. تمام. وعشان تتم عملية النقل من المخازن للحاضنات بنجاح لازم ندفي البيض قبل الدخول الى الحاضنة، والا سوف يفقس البيض باوقات متفاوتة، وده بيؤثر على حيوية الكتاكيت وممكن يعرضها للجفاف. يعني من الاخر الموضوع بيمشي بنظام وبدقة، الموضوع بيمشي بنظام وبدقة. ما ينفعش حضرتك تعمل اي حاجة كده وخلاص، لا، لازم تبقى حاسب كل حاجة، لازم تبقى واخد بالك من كل التفاصيل ومن ادق التفاصيل، لان كل حاجة بتأثر في ميعاد اخراج البيض، بتأثر في جودة الكتاكيت، بتأثر بصحة الكتاكيت، بتأثر في كل حاجة. فانت لو ما ركزتش في التفاصيل الدقيقة يبقى ما تعملش الموضوع اصلا، لانه اصلا عملية حسابية مبنية على ارقام، درجة رطوبة معينة، درجة حرارة معينة، لازم تبقى دقيق جدا فيها علشان تحافظ على المشروع ناجح. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.